بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيد جنده بملائكة من عنده، وأنزل ملائكته على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نبدأ بأن الله سبحانه وتعالى ينزل جنده وملائكته على إخواننا في غزة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أصحاب السعادة والفضيلة والسماحة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يسعني وأنا أتحدث باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونحن نتكلم عن الحرية لفلسطين أن أقول وأن أشهد بأن الحرية حقا هي لهم، أبناء غزة وأهل غزة وأبطال غزة وفلسطين، والذي نفسي بيده هم أحرار، ولكن معظم ما في أمتنا وبخاصة معظم المسؤولين والله هم عبيد للأهواء والأعداء. فلذلك نحن مع تجسيد وتعزيز حريتهم، وأن نصل إلى هذه الحرية التي هم فيها، وأن تصل أمتنا إلى هذه المرحلة من السمو والعزة والكرامة كما وصل إليها أهل غزة بأبطالهم ونسائهم وأطفالهم وكل مكوناتهم، بأرضهم وترابهم، بسمائهم وأرضهم وأنفاقهم وكل ما يتعلق بغزة، فهو يحمل الحرية ويحمل العزة ويحمل الكرامة. ولذلك أبدأ بالتحية والسلام والاحترام والتقدير والفخر والاعتزاز لأهل غزة. سلام عليك يا غزة، سلام عليك يا غزة العزة. أنا دائما أستشهد بقول الأبيوردي أقول: وشر السلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. هذا الدمع أنا في اعتقادي شر سلاح المرء. خير سلاح المرء ما عند إخواننا في غزة. سلام عليك يا غزة العزة، على أرضك وترابك ومساجدك التي دمرت ومستشفياتك التي هدمت وعطلت. سلام على أبطالك الذين أبلوا بلاء حسنا، فمنهم من قضى نحبه بشرف وإباء وارتقت روحه إلى السماء، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سلام عليكم، حققتم عددا كبيرا من الأهداف العظيمة، أعدتم الروح والإيمان والعزة والكرامة إلى هذه الأمة أمام جيش كان يقال جيش لا يقهر، وإذن بحوالي 1000 من المجاهدين الأبطال الحافظين للقرآن الكريم يدكون هذا الجيش ويحققون لهذا الجيش سوءة وجوههم على ما يسمى بالشرف العسكري، وكذلك يحققون بداية النصر وبداية القضاء على المفسدة الأولى وبداية
البداية الأولى للمفسدة الثانية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. هؤلاء الأبطال أساءوا وجوههم في ساحة الشرف والبطولة، ثم ساءت وجوه هؤلاء الصهاينة بتصرفاتهم السيئة التي أصبح العالم يقف ضدهم، العالم الحر يقف ضدهم، وهذه بداية النهاية تحققت بما فعله هؤلاء الأبطال. والأمر الثالث والنتيجة الثالثة أيها الإخوة الكرام، أعادوا هذه القضية إلى الحركة وإلى الاهتمام والعناية، وحافظوا على الأقصى الذي كان يراد أن يدمر وأن يبنى عليه هيكل ما يسمى بهيكل سليمان عليه السلام. كذلك أيها الإخوة الكرام، سبحان الله، وأنا أنظر إلى التقارير التي تأتينا من المراكز الإسلامية في الغرب من كثرة الإقبال على الإسلام، أكثر من 17,000 شخص في فرنسا أسلموا منذ هذه 100 يوم من عمر هذه الغزوة أو هذه النصرة المباركة. وهذا سبحان الله ربطه الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فجزاهم الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا، ولذلك أضافوا إلى شرفهم شرف البطولة والجهاد مجموعة من الأعمال المباركات والشرف العظيم. ولذلك يجب على الأمة أن تحافظ هذه الأمة على هذا الذي تحقق في غزة، وأن أي خذلان لهم والله خيانة لله وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإنني أخاف تطبيق سنة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المتخاذلين، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه. أيها الإخوة الكرام، نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أقول لكم بكل صراحة، رئاسة وأمانة ولجان وأعضاء، على انعقاد دائم وعلى اجتماع دائم، وما في فكرة استطعنا أن نقوم بها إلا قمنا بها أو حاولنا أن ننفذها. أصرنا فتاوى كثيرة جدا، وليس عندنا أي فراغ في أي مجال من مجالات الفتاوى. فهذا الجهاد واجب شرعي ونصرتهم فريضة شرعية، وأن خذلان هؤلاء خيانة لله ولرسوله. وكذلك شجعنا على المظاهرات وحتى على الإضراب وعلى كل الوسائل المحركة، وعلى تخصيص خطب الجمعة وعلى القنوت، وتحركت الأمة وتفاعلت الأمة معنا ومع غيرنا. ولذلك أنا أقول اليوم لا بد أن نفكر في تفكير آخر. وقبل 3 أيام الإخوة الكرام يعرفون، وأستاذ مروان وبقية الإخوة الكرام المنظمون لهذا المؤتمر حضروا معنا مؤتمراً عالمياً حضره حوالي 1000 شخصية وجمعيات من العلماء والبرلمانيين وبرلمان العرب والمسلمين وغيرهم، وتم ذلك وتمخض ذلك عن إعلان الدوحة للتحالف الإنساني للدفاع عن المظلومين والدفاع عن غزة. لذلك أقول أمامنا اليوم في هذا المؤتمر أرجو أن نتجاوز قضايا التأصيل وقضايا أخرى، ونبدأ بالتفكير بخارطة الطريق لتحريك الأمة للوقوف مع إخواننا
ولعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية أو هذه اللحظة التاريخية التي نسأل رب العالمين يسألنا يوم القيامة: هؤلاء دافعوا، هؤلاء جاهدوا، هؤلاء صمدوا، هؤلاء فعلوا ما فعلوا، وما الذي قدمتم أنتم يا حكام؟ وما الذي قدمتم أنتم يا علماء؟ وما الذي قدمتم أنتم أيها الشعوب؟ وما الذي أنتم قدمتم أيها الإعلاميون؟ يجب علينا أن نفكر اليوم حقيقة في خلال هذه النطاق التي أعرضها على حضراتكم. في الجانب الدولي والإنساني يجب علينا شرعاً أن نضغط على الحكومات التي لا تستجيب، أن نضغط عليهم بكل الوسائل المشروعة لأن يكون لهذه الحكومات موقف لحماية غزة. وأنا هنا باسم العلماء وباسمكم نحيي دولة جنوب أفريقيا، وأرجو أن تحيوا نحيي رئيسها الذي قال: أنا لا أحتاج الآن أن يدعمني أحد، وإنما يكون لي شرف أن أقوم وحدي بهذا الواجب. كم كنت أتمنى أن يسبقه حكامنا المسلمون وحكامنا العرب، وكم كنت أود أن تقف معه أيضا دولنا الإسلامية البالغ عددها 57 دولة، 57 دولة إسلامية. فلذلك الفرصة الآن من خلال هذا المؤتمر أن ندعو هذه الدول لدعم جنوب أفريقيا في هذا الموقف المشرف. وليس هذا بعيداً عن هذه الدولة المباركة التي أسسها الحر، التي أسسها المفكر الذي رضي أن يكون في السجن سنوات لأجل الحرية، مانديلا. الذي حقيقة أسس هذه الدولة على أساس الدفاع عن الحرية والمظلومية، لأنهم هم أحسوا بهذا الظلم. ونشكرهم ونشكر حفيده الموجود فيما بيننا أستاذ حبيب مانديلا. وفي مجال الدولي أرجو أن تقفوا مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. نحن في اليوم السابع، أي يوم 14 من أكتوبر، أي بعد 7 أيام، أرسلنا رسائل إلى بعض الدول الكبيرة الإسلامية المعروفة للدعوة إلى إنشاء حلف دولي إنساني شبيه بحلف الفضول عند الجاهلية. الجاهليون عملوا حلف الفضول ومع ذلك وهم جاهليون. وأنا أعتقد من خلال مراسلاتنا للدول أن هناك أكثر من 100 دولة مستعدة، ولكن تحتاج إلى دولة تدعو هذه الدول إلى قمة إنسانية عربية إسلامية لكل من يقف ضد الظلم والطغيان والإبادة الجماعية في غزة، ليتمخض منها هذا التحالف الإنساني، هذا التحالف الدولي. بعدما كونا التحالف الإنساني نحتاج إلى هذا التحالف الدولي. فأرجو منكم تأييد وتأكيد إيجاد هذا التحالف الدولي ليكون سنداً لغزة. ثانياً إخوتي الكرام، في الجانب الإغاثي دعونا نحن في الاتحاد إلى وأبدينا الاستعداد في يوم 11 من نوفمبر في هذا البلد العزيز في اسطنبول، وأعلنا بأننا نحن في الاتحاد مستعدون مع الجمعيات الخيرية لتهيئة 50 سفينة كبيرة يكون فيها كل الاحتياجات الإنسانية فقط، ولكن بشرط أن تحميها الدول المطلة على بحر الأبيض المتوسط. ولما رحت إلى بعض الدول الأخرى قالوا نحن أيضا مستعدون ل50 أي 100 سفينة
محملة بالمواد الطبية والغذائية مستعدون بشرط حمايتها وتوصيلها إلى غزة. ولكن مع الأسف الشديد إن شاء الله نأمل إن شاء الله أن نجد آذانا صاغية. أيضا في الجانب الحقوقي بصراحة نحتاج إلى التعاون الأكثر بين حقوق المسلمين والعرب وحقوقي العالم، وهناك بعض المحامين جمعوا عددا كبيرا من المحامين للدفاع، فنحن أولى بذلك. ولذلك أرجو أن تشكل لجنة أو هيئة عالمية لهذا التنسيق للمحامين والحقوقيين المدافعين. كذلك في الجانب الفكري، جزاك الله خير، وفي الجانب الفكري بصراحة إحياء فكرة وهجمة عالمية لرفض الصهيونية العالمية. الصهيونية كانت ممنوعة في الأمم المتحدة بقرار من الأمم المتحدة، ولكن أمريكا والصهاينة استطاعوا أن يزيلوا هذا المنع. علينا أن نعمل بكل قواتنا وبكل إمكانياتنا لإعادة تجريم الصهاينة. أما بالنسبة إخوة الكرام أما بالنسبة للجانب الشرعي إخوة الكرام، فالجانب الشرعي في قضية غزة وفي قضية طوفان الأقصى، وهذا ختام كلمتي، لا يحتاج إلى مزيد من التفصيل. فقد لكل من كما يقال لكل من شم رائحة الفقه أجمع الفقهاء قاطبة على أنه إذا احتلت أرض سيكون الجهاد فرض عين على أهل هذه المنطقة ثم من يليها، وهذا يسمى جهاد الدفع إخوة الكرام. وحتى والقوانين الدولية والأممية أيضا مع هذه المسألة. مقاومة المحتلين مشروعة في كل الشرائع والقوانين، ولذلك لا بد أن نقول بأن ما قام به إخواننا قاموا بواجبهم، قاموا بالدفاع عن الأقصى، أدوا واجبهم، ولكن نحن المقصرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.